السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض تدريبات جيم الأضواء صفحة 68 و 69 جيم سنة 6 يا شباب. تدريبات الدرس الأول. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك الجميل، عندك علامة اللايك تحت الفيديو اضغط عليها، وعندك كلمة اشتراك تحت الفيديو يا شباب باللون الأحمر اضغط عليها، وبكده يا بطل تكون اشتركت في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك listen and circle the correct answer from A, B, C or D. أحمد is a farmer. أحمد بيكون فلاح. He grows herbs like basil. هو بيزرع الأعشاب like مثل بازل ريحان mint نعناع and القرفة. طيب he has جوافة. هو عنده جوافة ولديه جوافة وفيج يعني تين and olive tree. عنده أشجار جوافة وأشجار تين وزيتون. olive يعني زيتون. بلانت جيف اس النباتات بتعطينا فود الطعام وفريش اير الهواء النقي اند شيد والظل. رقم واحد في اللي تشوز بيقول لك since ancient times يعني منذ اوقات طويله people used الناس تستخدم اوليف اللي هو الزيتون to make oil عشان تصنع منه الزيت. my brother اخويا and I وانا have a plant عندنا نبات we هتقول له هنا we water احنا بنسقيه it every day كل يوم. رقم 3 الويسكاستي اللي هو الكركديه is a sweet healthy and tasty drink. بيكون حلوى صحية وكمان بيكون مذاقه حلو. tasty drink يعني مشروب حلو. basil is a green herb. الريحان بيكون عشب أخضر. it smell بتشمه fresh and nice وتستمتع بيه. طيب رقم 5 فارمرز الفلاحين جرو بيزرعوا فروتس الفواكه لايك جوافة اند فيج والتين الجوافة والتين. ذا نيرس الممرضة كير فور بتعتني بيه. ذا اولد مان الراجل الكبير every day كل يوم. read and complete the text with the word in the box. اقرأ النص وكمل باقي الكلمات اللي في البوكس. عندك natural طبيعي، weeds أعشاب، sweet حلو، اويل اللي هو الزيت. جراند با جدي has a very big olive tree. يعني ايه الكلام ده؟ جدي عنده شجرة زيتون كبيرة جدا. قال لك هنا it's full of olive مليئة بالزيتون that produce اللي بتنتج plenty of الكثير من olive oil يعني بتنتج الكثير من زيت الزيتون. people grow olive الناس بتزرع الزيتون. trees أشجار الزيتون in Egypt في مصر many years ago منذ سنوات عديدة. جراند با جدي waters his plant بيسقي النباتات بتاعته in the morning في الصباح. pulls out يعني بيزيل weeds اللي هي الأعشاب. يبقى رقم 2 الأعشاب اللي هي weeds. وتشيك فور insects وبيفحصها من أجل الحشرات and uses natural fertilizer وبيستخدم السماد العضوي الطبيعي. it's hard بيكون صعب hard work بيكون عمل صعب but it keep him active and happy لكن ده بيخليه سعيد وكمان مبسوط ونشيط. plants give food النباتات بتعطينا الطعام وفريش اير الهواء النقي and shade والظل. دي صفحة 68. تعالى مع بعض بعد قراءة الفقرة. بتتكلم هنا بيقول لك choose the correct answer. the general idea of the text is about الفكرة الرئيسية للنص بتتكلم عن ايه؟ هتقول له grand باز هنا garden يعني جد حديقة جدي. the underlined word الكلمة اللي تحتها خط كلمة incredible means هتقول له great يعني عظيم. answer the following question جاوب على الأسئلة. what do plants need النباتات بتحتاج ايه؟ هتقول له water وsunlight. هو قال لك اهي قال لك هنا ايه water وصم ايه اهي قال لك need water وsunlight and care بتحتاج العناية والشمس وضوء والمية and ايه and care. طيب what does grandpa like to drink يعني بيقول لك الجد كان بيحب ان هو يشرب ايه؟ هتقول له mint tea اللي هو ايه شاي بالنعناع. how does grandpa care for plants ازاي بيعتني بالنباتات بتاعته؟ تعال نشوف هنا. هتقول له grandpa waters plants بيروي النباتات وبولس weeds وبي كمان بيشيل الاعشاب بيزيل الاعشاب. وتشيك فور insects وبيفحص عن الحشرات and uses natural fertilizer وبيستخدم السماد العضوي. طب تعالى هنا في الترتيب. هتقول له هنا sometimes احيانا I use انا بستخدم natural fertilizer بستخدم سماد طبيعي. رقم 2 dad drinks mint tea بيشرب شاي بالنعناع every morning كل صباح. رقم 3 هتقول له how do you care ازاي انت بتعتني for the plants بالنباتات. رقم 4 هتقول له plants need بتحتاج care عناية water ماء and sunlight وضوء الشمس. اهو يا حبايبي على اقل من مهلكوا خالص
انا بحبكم جدا والله، ربنا ينجحكم جميعا يا رب، واتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين بس من الفيديو. على سؤال البنكتويت بيقول لك هنا what kind of plant، اسمها نوع النبات do you have here اللي انت بتزرعه هنا، او اللي هو عندك هنا. فانا هحط الدبليو هنا ديت اللي هي ما او ماذا، ودي اداه استفهام. هتحط اول حرف منها كابيتال وتحط كوتشن مارك عشان ده سؤال، وانت بتكتب الجمله عادي وتحط في الاخر كوتشن مارك. وهنا it's sound like hard work، يبدو ان هذا العمل مرهق او ايه شاق. فانا هحط هنا علامه الاي هنا كابيتال، حرف الاي هنا كابيتال، واحط نقطه. وبكده يا بطل نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا ينجحكم جميعا يا رب، بالتوفيق والنجاح. مع السلامه.